أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعي موقع كابريس. دائما كالعادة نبارك لشعبنا المغربي هذا الفوز والتأهل إلى الدور القادم، ونبارك كذلك للشعب الموريتاني والمصري. قبل أن نواصل ندعوكم إلى زيارة مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي كابريس، وندعوكم للمشاركة في المسابقة التي تنظمها كابريس. سي سعيد، مرحبا بك في حلقة اليوم. مبروك يا سيدي التأهل، مبروك على الشعب المغربي وعلى الجمهور الرياضي التأهل لثمن نهاية كأس افريقيا. فوز أمس أفرح شعبين إن صح التعبير، الشعب الإيفواري قاطبة والشعب المغربي كالعادة اللي ديما فرحان الحمد لله. بطبيعة الحال كيف ما شفنا المقابلة ديال المنتخب المغربي يعني أهلت المنتخب المغربي في صدارة المجموعة، وكذلك أهلت المنتخب كوت ديفوار اللي كان كيتسنى هذه النتيجة هذه، لأن كما شفنا منتخب كوت ديفوار يعني عانى في المقابلة الأخيرة ديال غينيا الاستوائية، ولكن العلاقات ديالنا الحمد لله مع الشعب ديال كوت ديفوار ومع العلاقات ديالنا لا على المستوى السياسي، على المستوى الرياضي، على المستوى الاجتماعي، فهي مع الشعوب الإفريقية كاملة، وكنا فاعل خير، وكنا شي حاجة اللي خلات الحلاوة ديال كان، لأن وجود المنتخب المنظم يعني ديما كيخلي الجمهور وكيخلي المتتبعين أنهم يبقاو دائما يعني في الكان، ويبقى الكان بهذيك الحلاوه ديالو بوجود المنتخب المنظم. صحيح، تفاعل كبير جدا بين اوساط الشارع الايفواري بعد فوز المغرب، عندنا فرحه كبيره للشعب الايفواري، وبارك لكل المغاربه التاهل. نعم، شفنا الخروج ديال الجماهير ديال ساحل العاج بالامس بعد نهايه المقابله ديال المنتخب المغربي، يعني وهي لابسه الاقمصه ديال المنتخب المغربي وديما مغرب. وهذا الصباح هذا شفت يعني جرائد ديال كوت ديفوار يعني كتقول شكرا مغرب، شكرا بزاف، يعني حتى اللهجه ديال المغرب استعملوها حتى في الجرائد ديالهم باش يشكروا المنتخب المغربي على هذا التاهل اللي جاء نتيجه الفوز ديال المنتخب المغربي. صحيح، حتى الاعلام المغربي صنع فارق، يعني مدح كثيرا وكما نقول بارك للشعب الإيفواري، وأظهر صورة جيدة بالنسبة للإيفواريين والتنظيم كذلك الجيد. الحمد لله حنا كشعب مغربي معروف علينا يعني الكرم ديالنا والجود ديالنا، معروف علينا ذلك احترام ديال العادات والتقاليد ديال جميع الشعوب اللي كنمشيو عندنا. شفنا لا المؤثرين لا الصحفيين لا الوفود اللي مشات لكوت ديفوار الحمد لله ابانت على الرقي ديال المغاربه في التعامل ديالها مع العادات، مع التقاليد، مع الاجواء الافريقيه، مع الطقوس الافريقيه، وهذا الشيء دائما كيخلي ان الشعب المغربي هو شعب محبوب لدى الافارقه، وبحكم ان احنا كذلك احنا افارقه راه شي حاجه اللي طبيعيه اننا ذكرت استاذ سعيد قبل ان اقاطعك، ذكرت بالنسبه للشباب المغاربه الذين يقومون بتصوير الفلوجات هناك في اليوتيوب، هم الان اصبحوا ترند. بطبيعه الحال يعني انت فاش كتكون في واحد البلد لاجنبي فكنت كتكون سفير البلد ديالك، وسفير البلد ديالك كيف ما كنقولوا يعني كتعطي واحد الصوره على الثقافه ديال البلد ديالك، على الحضاره ديالها، على التاريخ ديالها، وما كتحترم في نفس الوقت كتحترم التقاليد والعادات ديال ديك الشعوب. ما تحاولش انك يعني تستفزهم يعني ولا تستهزئ بالتقاليد ديالهم. كل شعب عنده خصوصيات ديالو، احترموها في اطار يعني في واحد النطاق زوين اللي هو جا في هذا الكان هذا. الحمد لله كيف ما قلت أكيد. الشعب المغربي معروف عليه لا هنا في المغرب الاحترام ديالو يعني الجاليه ديال الافارقه اللي كيقطنوا هنا بالمغرب، ولا كذلك في البلدان ديالهم. الحمد لله دائما كيف ما قلت دائما كاين احترام متبادل، وهذا الشيء كينعكس على الصوره ديال البلد بصفه عامه. اكيد انتصار مستحق للمغاربه، مباراه كانت جيده رغم غياب وليد الركراكي. بطبيعه الحال هذا الخبر اللي نزل شيء غريب، هو ان تجي العقوبه يعني قبل ساعتين من انطلاق المقابله. يعني هذا الشيء انا مازال لم استسغه لحد الان، يعني كيفاش العقوبه تجي ووليد لم يتم يعني الابلاغ ديالو بالحضور للجنه التاديبيه الا صباح يوم المقابله. هنا كيتحدوا دائما على الكولسه والمغرب راه متحكم في الاتحاد شيء من العشوائيه تقصد. المغرب يتحكم في الاتحاد الافريقي، والمدرب يتم ايقافه 4 مقابلات 2 منها موقوف التنفيذ من لا شيء. يعني
بطبيعه الحال هذه عقوبه قاسيه وقاسيه جدا. وليد الركراكي معروف يعني لدى الاوساط الرياضيه بالرقي ديالو، بالاحترام ديالو، يعني شفنا في كاس العالم، شفنا في التصريحات ديالو. يعني كنظن ان هذه العقوبه قاسيه ومجانبه للصواب. كنظن بان الاستئناف ديال الجامعه الملكيه المغربيه جاء في الوقت المناسب. الا تنظر يعني ان وليد الركراكي ندم على ما فعله؟ بطبيعه الحال هو من ناحيه ندم وليد الركراكي صرح بها، لانه قال بان هذه المره غادي نجي وغادي نسلم على غادي المدرب الفريق وحكم مقابله ونخرج بحال. بطبيعه الحال هو اللاعب الافريقي او شانسيل بيمبا لاعب اولمبيك مارسيليا هو لاعب دائما كيحب المشاكل. لا عندما كان لاعبا في قيل عنه المشاغب يعني. لا لاعب مشاغب، تم ايقافه في بورتو 3 مرات. وهناك ايضا اخبار تقول بانه يعني قام بتزوير السن الاصلي ديالو. يعني الاتحاد الافريقي ولا الفيفا لقات صعوبه في انه يحدوا السن ديالو 3 مرات، وهما كيستشروا معاه وكينادوا الاتحاد الافريقي باش يحدوا السن ديالو 3 مرات. يعني هناك تزوير، يعني لاعب معروف عليه المشاكل ديالو. فما كانش بطبيعه الحال الصعوبه ديال المقابله والاجواء اللي جرت فيها المقابله ان وليد الركراكي يعني ما لم يصدر منها اي تصريح. يعني كان غير كيستفسر علاش كدوي معايا هكا. فاللاعب قام بواحد الحركه استفزازيه، ومن بعد شفنا هذاك الصراع بين اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي واللاعب شونسيل بيمبا واللاعبين ديال المنتخب الكونغولي كذلك. يعني كنظن بان العقوبه قاسيه وقاسيه بزاف اكيد. وكنتمنى ان وليد الركراكي يكون حاضر يوم الثلاثاء ان شاء الله في العارضه التقنيه، على راس العارضه التقنيه. بطبيعه الحال وليد الركراكي هو المدرب الرئيسي، كاين بن محمود، كاين امزير، ولكن وجود الركراكي بطبيعه الحال مهم جدا بطبيعه الحال. شفنا البارح كاين تاثر على المستوى الذهني في المقابله ديال المنتخب. الكاف قال بان سيتم يعني وليد الركراكي سيغيب عن ثمن النهائي امام الحال. هما 4 مقابلات، 2 منها موقوفه التنفيذ. يعني مازال له مقابله باش يستكمل العقوبه وبعدها الاستئناف. ولكن كنظن ان الاستئناف نتمنى الاتحاد الافريقي ياخذ بعين الاعتبار يعني الدفعات اللي غادي يدفع بها الجامعه الملكيه من اجل يعني تعديل هذا القرار والرجوع عنه. وان شاء الله نتمنى ان وليد الركراكي يكون حاضر على راس العارضه التقنيه يوم الثلاثاء امام منتخب جنوب افريقيا. سعيد، يعني هدف زياش الوحيد شاهدناه صعوبة المباراة والأجواء كالعادة، خروج زياش بعد الإصابة، حكيمي، مغادرة أسماء كبيرة. هل هذا يعد حفاظا على اللاعبين من أجل مباراة الثمن النهائي؟ المقابله ديال المنتخب الزامبي ما كانش مقابله سهله، ولكن الحمد لله العناصر الوطنيه البارح دخلت يعني بواحد العزيمه باش تحقق نتيجه ايجابيه وتاهل على راس المجموعه. شفنا الحمد لله رغم الغيابات اللي بطبيعه الحال اكيد بفعل الارهاق وبفعل كذلك لاعبين اللي كانوا متحصلين على ورقات صفراء، لان حصولهم على ورقه صفراء ثانيه كيعني الغياب ديالهم، منهم املاح، منهم كذلك نصيري، منهم سيف. اذا الحمد لله كان تدوير في التشكيله، كانوا عناصر جداد. شفنا الكوتاري، شفنا الكعبي كرسمي، شفنا اللاعبين اللي دخلوا صباري كذلك، يعني المكان ديال املاح. ريتشاردسون قدم مباراه جميله جدا في الشوط الاول. كان المنتخب يعني سيطر بالطول والعرض على المقابله وضيع مجموعه من الفرص اللي كانت تنهي المقابله في الشوط الاول. جا الهدف، من بعد منه جاء الاصابه ديال زياش اللي نتمنوا ان الاصابه ديالو ما تكونش اصابه بالغه، وان شاء الله يكون حاضر في المقابله ديال جنوب افريقيا. الشوط الثاني كذلك المنتخب الزامبي يعني ما استسلمش، يعني قدم حتى في لحظه من اللحظات يعني قدم مستوى طيب وكان قاب قوسين او ادنى من التعادل. ولكن بعد ذلك جاوا مجموعه من الفرص للمنتخب المغربي اللي للاسف ما استغلناهمش. وهذه هي النقطه السلبيه اللي نقدر نقول كانت في المقابله، هو التضييع المبالغ فيه للفرص. نتمناو لان المقابلات اللي جايه مقابلات صعيبه وخاصك من نصف فرصه خاصك تقضي الغرض كما كان. نمر الى يعني ثمن النهائي، المغرب جنوب افريقيا. مقابله ديال جنوب افريقيا دائما تكون صعبه. يعني انا كنذكر من 1998 كان عندنا منتخب رائع وتاهلنا لثمن النهائي يعني باريحيه وعلى راس المجموعه، وتم اقصاؤنا من طرف جنوب افريقيا في بوركينا فاسو اللي كان اقل بالهدف ديال مكارتي. مقابله دائما ديال جنوب افريقيا شفنا المقابله اللي تجرات في الصيف في ضمن الاقصائيات المنتخب جنوب افريقيا انتصر على المنتخب المغربي بهدفين لواحد. صحيح. ولكن احنا ديك الساعه ما كانوش مجموعه من العناصر، كان تغيير في التشكيله. ولكن احنا دابا عازمين ان شاء الله في ثمن النهايه، لان هذا الكاس ما خصهاش تضيع علينا وما خصهاش المنتخب المغربي يعني يكرر نفس الاخطاء اللي كان كيكرر، انه دائما كيتاهل راس المجموعه وكيتقصف يعني في الدور الثاني. هذه المقابله كنتمنى هذا كذلك ولد الركراكي يكون على راس العارضه التقنيه، يعني بعد استئناف اللي قدمته الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. المنتخب المغربي يعني ان شاء الله عازمين وعندنا فيه الثقه بان ان شاء الله غادي يكون نتيجه ايجابيه، خصوصا هذه الفرحه خصها تدوم ديال الشعب المغربي وديال الجمهور الرياضي. اكيد. نتحول استاذ سعيد مباشره من
مباراة موريتانيا والجزائر، كيف تابعت هذه المباراة؟ بطبيعة الحال المقابلة ديال المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني كانت مقابلة جميلة بطبيعة الحال. استمتعنا يعني بالاداء ديال المنتخب الموريتاني والقتاليه ديالو. هذا ماشي غريب على المنتخب اللي تطور، يعني كنذكر منذ 10 سنوات الان ما كناش كنتظروا ان موريتانيا غادي تكون بهذا المستوى، ولكن العمل ديال الجامعه الموريتانيه كذلك يعني بانت على واحد المستوى تقني رائع، بقياده المدرب اللي كان مدرب ديال جزر القمر اللي كان في الكان السابق اللي هو امير عبدو، السيد اللي متكون في يعني في فرنسا وفي مجموعه من الانديه في فرنسا، يعني ادى واحد المستوى تقني، واللاعبين الموريتانيين يعني ادى واحد المقابله اللي ما غاديش تنسى وغتكون كنظن بان موريتانيا غتكون هي المفاجاه في هذا. وما نساوش بان موريتانيا في حاله التاهل ديالها في ثمن النهائيه غادي تقدر تكون يعني في حاله التاهل ديال المنتخب المغربي غادي نقدروا نكونوا مواجهه في وجها لوجه في الدور الرباعي. هذا الشيء اللي نتمناه ان شاء الله، ان تكون واحد المقابله مواجهه عربيه بين منتخبين شقيقين، المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني، ونتمنى ان شاء الله ان المنتخب المغربي هو اللي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه، ونبارك كذلك للشعب الموريتاني هذا التاهل التاريخي. وبهذا استاذ سعيد نختم هذه الحلقه، واشكرك من جديد، وأشكر كذلك مشاهدي ومتتبعي كابريس. مع السلامة.